بالنسبة لنقطة أساسيات البرمجة في حاجة مستفزة شوية، وهي إن بقت حاسس إنها بقت كده، اللي هو بقت بيقول عليها ستوري تايم، بمعنى حاجة بتتكرر من غير أصلا ما تتفهم. وهي نقطة حوار أساسيات البرمجة، يقول لك ابدأ بالداتا ستراكشر والالجوريثم. طب اللي هو ازاي وكيف والكلام ده، علشان ما اعرفش تبدأ تشوف الرام. طب هو أصلا في الأول والآخر هو البرامج دي قايمة في إيه؟ الرام دي جزء من إيه؟ من الكمبيوتر. وهنا الفكرة إنك أصلا في الأصل لازم تعرف إيه هو الكمبيوتر من بقى منظور الديفلوبمنت، اللي هو يعتبر المبرمج. والنقطة التانية هي الكمبيوترات دي كلها بتتصل ببعض ازاي، والإنترنت والحاجات دي كلها، النتوركينج. فابقى عايز برضه فتتعلم اللي هو ايه هي النتورك. ومش لازم تبقى على مستوى نتورك انجينيرنج مهندس شبكات، ولا اوبريشن سيستم انجينيرنج مهندس اوبريشن سيستم او ايا يكن. تمام. ولكن الفكرة انك في الاول لازم يبقى عندك الهاي ليفل او الصورة العليا من فكرة هو الإنترنت شغال إزاي، وهو دي بداية الأساسيات فعلا، بحيث إن الأجهزة والدنيا والداتا دي كلها ماشية إزاي. وفي نفس الوقت جوه الجهاز اللي أنت بتتعامل عليه، اللي هو ينعكس في الموبايل ينعكس في التابلت ولا ذلك، الأمور جوه ماشية إزاي. اللي على أساس كده وقت ما أنت تحط الألجوريزم فوق الكلام ده كله بتعرف تأثيره إزاي. تمام. وعلى الرغم إن كلامي ده ممكن ما يكونش كامل، اقصد ان ممكن يبقى في اساسيات تانية، لان ده هو اللي انا بالنسبه لي باسس نفسي فيما يخص الكمبيوتر ساينس اللي هو السي اس والسوفت وير انجينيرنج، والاثنين مختلفين ولكن بيكملوا بعض. السوفت وير انجينيرنج اللي هو السي اي طبعا دي البراكتس، اللي هو الحاجات اللي المفروض تعملها كتطبيق. وبالنسبه لحوار الكمبيوتر ساينس هو الجزء النظري. المهم، فده الوضع اللي على اساسه تبدا تتأسس، وبعد كده تخش على أيا يكن المجال، الأمور هتبقى معاك كويسة ولأن أنت أي حاجة أنت هتشتغل عليها بتبقى مثلا موقع إي كوميرس كذا، هتلاقي إن في الخلفية حاجتين بيأثروا. الحاجة الأولانية طبعا هي الاتصالات، وأنا اتكلمت أكتر مرة في الموضوع ده، اللي هو على أساس خبرتك في حوار البيزك بتاع النتوركينج اللي هو بتاع الشبكات، هتعرف تهندل الباك إند كويس، وتبعت وتستقبل وتختار البروتوكولات الصح والأنظمة الصح اللي تعمل حاجة زي كده. وعلى اساس الاوبريشن سيستم او الاساسيات العمليات عامله ازاي والالجوريزم، هتعرف تختار الاستراكشر من حيث الداتا استراكشر المناسبه، ومن حيث اللي هو الفريم ورك كباك اند اللي يهندل لك الامور بالشكل اللي ما يضغطش على الجهاز ولا ذلك. ففاهم انت؟ فالامور بتبدا من الاوبريشن سيستم والنتوركينج، ومش لازم تبقى اتنين مجنح، ولكن افهم الامور ماشيه ازاي. بعدين روح على الالجوريزم والداتا ستراكشر، وبعدين بقى خش في اي يكن المجال اللي انت عايز تتعلمه. بس.